بغيتي المعدنوس والقزبر يبقاو معك اكثر من شهر في الثلاجه بدون ما يتغير لهم لا اللون ديالهم ولا المذاق ديالهم، تبعي معايا الطريقه. لوصفتنا غادي نحتاجو الثومه على حساب اللي بغيتو نتوما، غادي نقطعها بهذه الطريقه باش يسهل عليا الطحين ديالها وما تاخذش مني بزاف ديال الوقت. عندي 2 ربطات ديال المعدنوس وربطه ديال القزبر، غسلتهم ونشفتهم مزيان. ضروري ما تبقى فيهم حتى شي قطره ديال الماء باش يبقاو معكم واحد المده اللي هي طويله. في المرحله الاولى كنطحن الثومه مع شويه ديال الملحه، من بعد غادي نزيد عليها القزبر والمعدنوس ونطحنوهم على هذا الشكل هذا. الطريقه ديال الاحتفاظ باش كنحتفظوا به، ضروري ما تعقموا القرعه ديال الدجاج ديالكم في الفران. هنا كنوضع الزيت في المرحله الاولى، وكل 2 معالق كنوضع بيناتهم 2 معالق ديال الزيت هكا باش كنحافظوا عليه واحد المده اللي هي طويله اللي كتفوق الشهر. وهذا هو الشكل ديال المعدنوس والقزبر